السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح معاكم مادة اللغة العربية المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد نص معلوماتي بعنوان قوانين الاحترام حول العالم. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. قوانين الاحترام حول العالم. تختلف الأماكن وبتتباعد المسافات، ولكن بتظل هناك أمور يشترك فيها العالم أجمع، وأمور بتختلف من دولة لدولة أخرى. فمثلا شعوب العالم على الرغم من أن هي بتختلف في شكلها ولونها وكثير من الصفات الجينية، فإن ما يجمع بينها أكبر من هذا كله. فرغم اختلافها في الظاهر فإننا نستطيع أن نلمس التوافق في العديد من الجوانب وبعض القوانين. فمثلا إذا سلطنا الضوء على الطريق وقواعده سنجد أن العالم معظمه يتفق في قواعد القيادة، إلا إن في بعض الدول انفردت بأمور خاصة بها. زي مين؟ زي اليابان، بتجد على بعض السيارات ملصقات زي أرقام كده. هذه الأرقام تم وضعها عشان تفرق ما بين اللي لسه بيبتدئ في القيادة وما بين كبار السن وما بين ضعاف السمع. فبمجرد رؤيتك إياها بتعلم على الفور وضع السائق الذي أمامك، فمن خلال العلامة أو الأرقام أو الملصق ده تستطيع التعامل مع الموقف بكل أريحية. كما أن وسائل المواصلات في معظم أنحاء العالم تضع بداخلها إشارات، فإذا أردت استخدامها فلا بد أن تدرك معناها. فبعض الأماكن مخصصة لذوي الإرادة، وفي أماكن أخرى مخصصة لكبار السن والأمهات. أما في مصر هناك بعض الأمور التي تسهل على ذوي الإرادة ركوب الحافلة أو مترو الأنفاق. وإذا اتجهنا إلى البيئة سنجد أن البلاد جميعها اجتمعت في الوقت الراهن أن هي لازم تحافظ عليها وعلى البيئة ومعالجة التداعيات المتزايدة لتغير المناخ، حيث يدخل إلى المحيط كل دقيقة ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالنفايات البلاستيكية اللي بتستخدم مرة واحدة. لذا فإن الدول بجميع أنحاء العالم بتحاول في الفترة القادمة تقليل استهلاك المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد زي الأكياس والزجاجات وعبوات التعبئة والتغليف للحد من التلوث. وتشمل قائمة الدول التي حذرت تلك المنتجات بشكل من الأشكال. هنحفظهم مع بعض: رواندا وفرنسا والهند وجامايكا وتايوان والمغرب وكينيا وغيرها. وقد صادق الاتحاد الأوروبي مؤخرا على مقترح لحظر المواد البلاستيكية، ممنوع استخدامها، المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، بهدف وقف إنتاج 10 منتجات منها، من بينها زي مصات الشرب البلاستيكية. يعد حظر كينيا على سبيل المثال استخدام الأكياس البلاستيكية أحد أكثر القوانين البيئية صرامة. فعملوا قانون على أن أي شخص في كينيا بيضبط وهو بيبيع أو بيصنع أو بيصنع أو بيحمل أكياسا بلاستيكية هيواجه عقوبة الحبس أو يدفع غرامة مالية كبيرة. تحدد أيضا بعض الدول مساحات مخصصة للمشاة فقط، لكن سمت زيادة مطردة بعدد من الأماكن التي تبدأ في توسيع هذه المساحات والحد من استخدام السيارات لفترات زمنية أطول. على سبيل المثال تخلو بعض الجزر الصغيرة في كرواتيا من السيارات تماما، بالإضافة إلى أن هناك عدد من القرى والبلدان
تفرض أياما محدودة يتم الاستغناء فيها عن السيارات. إذا اتجهنا إلى مصر هتجد أنها تبنت مبادرة بعنوان اتحضر للأخضر، بتستهدف نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإرادتها وفق المستويات العالمية، وتتبنى المبادرة التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك. بنقلل استخدام البلاستيك عشان نحافظ على الكائنات البحرية ونحد كمان من تلوث الهواء. اختلفت القوانين أو اتفقت، سيظل الهدف منها هو راحة الإنسان ومنفعته، ويتوجب علينا المعرفة والالتزام بها لأننا جزء من العالم حولنا. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. يلا بينا نحل مع بعض الأنشطة والتدريبات. نشاط الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 1. من الأمور التي يشترك فيها العالم أجمع نقط. هنختار كل ما سبق، وهي قواعد القيادة والحفاظ على البيئة ومساعدة ذوي الإرادة. 2. في اليابان يمكن معرفة المبتدئين في القيادة من نقط. هنختار الملصقات اللي بيضعوها على السيارات. 3. حذر الاتحاد الأوروبي مصات الشرب البلاستيكية لأنها هنختار تلوث البيئة. 4. من أكثر الدول صرامة في منع الأكياس البلاستيكية. هنختار دولة كينيا. نشاط رقم د، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. مشكلة المناخ تواجهها بعض الدول وليس العالم أجمع. العبارة خاطئة. 2. تخصص وسائل المواصلات أماكن لذوي الإرادة وكبار السن والأمهات. العبارة صحيحة. 3. تلقي بعض الدول مخلفاتها في المحيط. العبارة صحيحة. 4. اتفق العالم على خطورة المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير. العبارة خاطئة. 5. الحد من استخدام السيارات يلوث البيئة. العبارة خاطئة. 6. تهدف القوانين إلى راحة الإنسان ومنفعته. العبارة صحيحة. نشاط رقم ه، اكتب اسم كل دولة أمام ما يناسبها حسب ما فهمت من النص. عندك اليابان ومصر وكينيا وكرواتيا. 1. فرض أيام محددة يمنع فيها استخدام السيارات. هو ده اتعمل في كرواتيا. 2. معاقبة من يصنع الأكياس البلاستيكية أو يبيعها بالسجن أو الغرامة. دي كانت دولة كينيا. 3. وضع ملصقات تحمل أرقاما لتمييز المبتدئين في القيادة. هنا دولة اليابان. 4. إطلاق مبادرة اتحضر للأخضر لنشر الوعي البيئي. دولة مصر. صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. نشاط رقم واو، ارسم وجها ضاحكا أمام التصرفات الصحيحة تجاه البيئة. 1. استخدام حقائب من القماش مخصصة للتسوق. هنرسم وجه ضاحك. 2. إنشاء مصانع للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. طبعا ده تصرف غير صحيح. رقم 3. إطلاق مبادرات التوعية بأهمية التشجير. هنرسم وجه ضاحك. 4. تخصيص مساحات أكبر للمشاة. نرسم وجه ضاحك. 5. تشجيع المواطنين على استخدام السيارات. هنا تصرف خاطئ. رقم 6. سن القوانين الصارمة لمعاقبة المضرين بالبيئة. هنرسم وجه ضاحك. نشاط رقم زي، صل كل إجراء بالنتيجة المترتبة عليه. 1. الاعتماد على الدراجات الهوائية بدلا من السيارات. هنوصلها بالحد من تلوث الهواء. 2. منع إلقاء النفايات البلاستيكية في المحيطات. نوصلها بحماية الكائنات البحرية. 3. ترشيد استهلاك الغذاء. هنوصلها بالحفاظ على موارد البيئة.
4. احترام الإشارات داخل وسائل المواصلات، نوصلها بالتسهيل على ذوي الإرادة. 5. إنشاء المحميات الطبيعية وفقا للمستويات العالمية، نوصلها بمواجهة خطر الانقراض. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الدرس. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا 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 لا